بسم الله. في هذه الساحة، ساحة الإسلام، نحن دعاة سلم وسلام، ولكن ما يعتقد على الحلال. الحديث صلوات الله عليه وسلم دائما عند الاعتداء على حرمته وبعض التدبير، وهو الذي لا يستحق ذلك هو المعلم القائل إنما بعثت معلما، وهو من مدحه الله قائلا وإنك على خلق عظيم، فهو أيضا القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العزيز، وهذا من سنة الكون، أن بعد البلايا تأتي الهدايا، بعد التأتي من يقع الرصد ويقع الفتح ويكسرون. نحن من هذا المكان نحمل وزارة التربية والتعليم المسؤولية، فوزير التربية والتعليم امتحان اليوم، نعم بامتحان اليوم، ونتمنى ان ينجح اليوم بامتحان اليوم قبل ان يحصل غدا. نعم، وحتى لا احتكر الكلمة واطلب الكلمة لاحبتي، سنردد جميعا كلمات تعبر تصل الى اي مسؤول سيفهم ان له دور. كيف يقص الحديد في ارض الحديد؟ نقول لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، صلوات الله عليه وسلم. خطبة الإمام نردد معا ونقول وينك يا بطول، يا بطول وينك يا بطول، يا السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب بالإخوة الذين التحقوا بنا الآن، نسأل أن نبارك هذا الجمع. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمسه يمسنا، ومن يعتدي عليه يعتدي علينا، بل لو كانت البشرية منصفة لما قبلت كلها أن يمس محمد صلى الله عليه وسلم. اعتدينا هذا لأن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المستاة، لا للمسلمين فقط ولكن للكون كله، فصلوا عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فقدوا هذا الامر مليا، ولذلك احبوه كل الحب وتفانوا في نصرته في الكبيرة والصغيرة، وما غاب واحد منهم عن مكانه ولا انسحب من ثغرته عليهم رضوان الله تبارك وتعالى.
في غزوة أحد، وقد أصاب المسلمين بعض من ابتلاء الله تبارك وتعالى. نادى النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة وقال له اذهب في الموتى واطلب سعد بن الربيع رضي الله عن الصحابة أجمعين، وإذا وجدته قل له إن رسول الله يقرئك السلام، إن رسول الله يقرئك السلام ويسألك كيف تجده. ولعله النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن سعد بن الربيع أصيب وكان يستشهد في سبيل الله، هو قد أصيب. ولما بحث عنه زيد بين القتلى وجده في الرمق الأخير، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجده. صلوا على رسول الله. فقال سعد صلى الله عليه وسلم قال حبيب وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له يا زيد إني أجد ريح الجنة، إني أجد ريح الجنة. وقل لي إخواني من الأنصار، قل لقومي من الأنصار لا عذر لكم عند ربكم إذا قلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عينا تكره. محبة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يطيق المسلم فيه أن يشاف بشوكة في قدمه كما قال حبيب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي آخر تدخلي اسمعوا مني هذه الأبيات في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله، عنوان القصيد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا القاسم فداك أمي وأبي وأبنائي وروحي، يا أبا القاسم فداك أمي وأبي وأبنائي وروحي، ما للأقدام تطاولوا عليك وهم يرون رفعتك من سفوحي، ما للأقدام تطاولوا عليك وهم يرون رفعتك من سفوحي، كالمصطفى يرددون سلاما لا يورث حدوثهم غير القروح، لم ترق للقاهرات عطوره فيا ورود الرسول فوق وفوق، لم ترق للقاهرات عطوره فيا ورود الرسول فوق وفوق، مظلة من أردلين شكا لهم وويل لهم من جرمهم والجنوح. نبينا أحمد رمز الكمال وأهل النجاة والمديح، نقراه الله من كل رزق، نقراه الله من كل رزق وأثنى عليه بالكتاب الفصيح، وطهره من كل عيب ونقص، وطهره من كل عيب ونقص، وزاده وأثنى عليه بالكتاب الفصيح، وطهره من كل عيب ونقص، وزاده بأروع نقص مليح. طه النبيين في سماء وأرض، وحتى جبريل دونه في الرجوع، شهد بقدره ألد الخصوم، شهد بقدره ألد الخصوم، والتاريخ يروي أمجاده بوضوح. صلى وسلم عليه القدير، صلى وسلم عليه القدير، وبورك في كل رحاب وسوح. على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. هيهات هيهات من أحباب الحبيب محمد في الله، هيهات من الله، هيهات من الله، هيهات من الله، هيهات من الله، هيهات مما نرضى الذلة في حبيبنا، هيهات مما نرضى للبلاد السعارة أن تنهش بحبيبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. هو مشهد ينقل حتما إلى رسول الله، ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم يشرعنا. سيدي يا رسول الله، اجتمعنا ألوان المعصية. سيدي يا رسول الله، وجوهنا